تقدر تلقى الاحزاب مجموعه على القيمين الدينيين للاسف. حزب ديال المؤذن، بل حزب ديال الامام، بل حزب ديال المنظف. وإلا كان الخطيب حتى هو ولد الحي يقدر حتى هو يجر حزب ديالو بوحدو. حنا ولينا في 4 وكل واحد كيدور وكل واحد كيحفر الاخر. في بعض الاحيان ما كتلقاش هذا التحزب، ما كتلقاش على القيمين الدينيين، كتلقى القيمين الدينيين بث الله عز وجل بينهما المحبه، فكتلقى الحمد لله المسجد طيب وفي خير وفي سكينه. لكن كتلقى على حسب الولاءات، اما الولاءات لصاحب المال والاخرين مع صاحب الزلط، اما الولاءات لصاحب النفوذ. راه كتشوفوه، ما كنعاودش لكم انا الخريف. راه كتكون عام سيدي جالس انت جيتي يلاه دخلتي من الخدمه، مشيتي تجري، كبيتي عليك امها دغيا لبستي القندوره ولا الجلابه ديالك ومشيتي قصدتي الجامع، بغيتي تصلي الجمعه، دخلتي لقيتي الجامع تقريبا الثلثين ديالو عامرين، جلست حيث انتهى بك المجلس وصليتي ركعتين ديالك وجلستي انتظار انه تبدا الخطبه، وكيعمر الجامع. وعاد كيبان لك واحد السيد جاي من اللور، وذوك اللي قدام في الاول كنتي كتشوفهم تيدوروا تيطلوا، ما فاهمش انت علاش تيطلوا. هذوك اللي قدام ماشي كلهم، هذوك اللي في القدام اللي كنهضر عليهم انا واللي عرفتهم نتوما. فتيبان لك عاد تيدوروا، عاد كيبان ليه لا بلا تكحز الحاج غادي يجي. ملي غادي تقلب غادي تلقى باللي هذاك الحاج اللي خلى كاع دوك الناس لم يجعل لهم ادنى اعتبار، وآذى وآنى، وجعل يتخطى رقاب الناس في بعض الأحيان والإمام يخطب، على ما في ذلك من الوعيد الشديد الذي لا يتسع المقام لذكره. ويوسعوا ليه ويديروا ليه بلاصه، وانت الا جيتي في اتساع وقفتي حداه وبغيتي تصلي يكاد يزلقك ببصره. اذا هنا الخلل فين كاين؟ ماشي في هذاك الحاج اللي جاي مع الطار ولا في دوك الناس ولا فيا انا، الخلل في هذه المنظومه الاخويه كلها التي ما عدنا نبنيها على اصول ايمانيه صحيحه، وانما بدات الاخوه عندنا تبنى على اصول نفعيه ماديه مصلحيه. اللي غيقضي معايا الغرض ولا غنوقف معاه، اللي ما غيقضيش معايا الغرض واخا يكون عنده الحق وعاديه لانه ما وقفش معايا. فالذي كان كي قال سي احمد عند اجدادنا هو هذه اللحمه الاخويه التي كانت بينهم. تصوروا حنايا كاع قبل لقيت يعني في البدايات كاع ناخذوا حنا كاع البدايات ديال الاستعمار، اما الفرنسي ولا الاسباني، شحال من محكمه كانت عندنا كاع،